لا ده بيدعم بلوتوث ولا التاني بيحب الايفون والدنيا خربانه خالص. كام بقى؟ 256 جيجا، يعني في فلاشه تيرا ما بتقولش لا. انت عارف تيرا ده هارد ديسك. ازيكم؟ كل ما حد يشوفني بهذه الفلاشه يقعد يقول لي هي ايه الفلاشه دي وليه شكلها غريب. في الحقيقه الفلاشه دي انا مسميها الفلاشه اللي ما بتقولش لا، وقررت ان انا اعمل فيديو مع انها نازله بقالها مثلا بتاع 4-5 سنين وفي ناس كتير قوي ما تعرفش عنها اي حاجه. فانا حبيت اشرح لكم عن هذه الفلاشه اللي انا بحبها وعندي منها اكتر من فلاشه، ولو حد معاه هذه الفلاشه فلازم يعرف ان هي فلاشه جامده جدا وفيها مميزات كبيره جدا. تعال اشرح لكم كده سريعا الناس كلها تعرف. بدايه هذه الفلاشات اللي هي الصغيره اللي هي استخدامها واحد، تحطها في اليو اس بي تحفظ عليها الداتا وبعد كده لما تحتاج الداتا دي تشغلها تاني، صح؟ ده زمان قوي اول لما طلعت الفلاشات وبتاع. وبعد كده ربنا كرمنا والفلاشات بدات يبقى فيها سنس كده سمارت شويه وان الفلاشه تبقى جامده، وبما ان استخدامات الموبايل بقت كتير فطلعوا حاجه اسمها او تي جي اللي هي اون ذا جو، ان الفلاشات يبقى فيها سوكت. يعني مثلا ده هنا للايفون، انا اشتريت الفلاشه دي مثلا من 2 او من 3 اهو بتتوصل بالايفون، يبقى هي فلاشه عاديه تقدر تستخدمها، ولو انت معاك موبايل ايفون تقدر تحط عليها الداتا بتاعتك وتعمل باك اب من الايفون على طول. وكان سانديسك الصراحه من الشركات الرائده في صناعه هذه الفلاش. اوكي، بس بدا يظهر شويه مشاكل كده، والمشاكل دي هي مشاكل ابديه منذ بدايه عصر الاندرويد والاي او اس، وهي فكره ان انت تنقل داتا من اندرويد لاي او اس. الموضوع على فكره معقد جدا، يا تنزل شيرت بقى يا ترفع اونلاين وتبعت له لينك وينزل الناحيه الثانيه، لان النظامين ما بيتقوش بعض، الى ان جت هذه الفلاشه. ليه سميتها بقى الفلاشه اللي ما بتقولش لا؟ ركزي معايا كده برهان، معلش قربي. بصوا يا جماعه، دي فلاشه عاديه اهي، وفي شركات كتير قوي بتعملها على فكره ومنها سانديسك برضو. الفلاشه دي هي ليها 4 اماكن، 4 مخارج، 4 سوكتس كده، 4 سوكتس، والاربعه سوكتس بيخدموا الاربع حاجات الشائعه. اول حاجه يو اس بي عادي، هي فلاشه 64 جيجا فانت تقدر تسيف على يو اس بي عادي، انها فلاشه بتتقري عادي خالص. تاني حاجه لو حضرتك الكمبيوتر بتاعك فيه تايب سي فحضرتك تقدر تركب على طول التايب سي، والتايب سي اسرع من اليو اس بي وتستخدمها برده كفلاشه. او لو حضرتك الموبايل بتاعك تايب سي تقدر ان انت توصلها في الموبايل او تي جي على طول اون ذا جو عشان تقدر تنزل الداتا بتاعتك على الفلاشه دي. وهكلمكم عن كام فيتشر تانية كده برده جامده جدا. حبايبنا بتوع الايفون، وانا برده معايا ايفون، فحضرتك تقدر برضه توصلها بالايفون وهي سيرتيفايد من ابل والدنيا تمام، وتقدر تحط عليها الداتا بتاعتك از فلاشه. رابع حاجه بقى اليو اس بي اللي هو الايه المايكرو ده او الغلبان ده، مش عارف ما بقاش فيه حاجه كده، صح؟ احنا عشان نجيب موبايل نستخدمه في هذا الموضوع جبنا موبايل تقريبا مش شغال، لان السوكت ده تقريبا قرب يتلغي وما بقاش في حد بينزل هذا السوكت. اوكي، بس هو يعني لسه في الرمق كده، سوكت غريب وفي بنات وبتاع وحركات. اوكي، فالفلاشه دي هي فعليا ما بتقولش لا. كمبيوتر شغال، تايب سي شغال، ايفون لايتنينج شغال، واللي هو المايكرو يو اس بي ده شغال، كل حاجه. خليني بقى اكلمكم عن شويه فيتشرز موجوده في هذه الفلاشه، ولكن قبل ما اكلمكم عن هذا الموضوع عايز اقول لكم ان في شركه اسمها اي ديسك. اوكي، احنا اتكلمنا عليها قبل كده، هي صنع فلاشه ما بتقولش لا ولكن بكونسبت مختلف شويه. ايه هو بقى؟ قربي كده عشان تفهمي الكونسبت ده. مكتوب ايه عندك؟ باينه؟ شيء باينه ولا مش باينه؟ كام بقى؟ 256 جيجا. باينه عندك ولا ايه؟ 256 جيجا يعني ربع تيرا. الفلاشه دي في منها تيرا، يعني في فلاشه تيرا ما بتقولش لا. انت عارف تيرا ده هارد ديسك يعني. ف 256 جيجا الصراحه انت ممكن تحط عليها حياتي وحياتك، يعني تجيب حياتي وحياتك على بعض كده وتحطها على الفلاشه دي، فهي ممكن تبقى باك اب از هارد كمان، يعني ما بقتش بس فلاشه 64 جيجا ولا 32 فبقت هارد، بس هي سعرها غالي شويه. فخلينا في الفلاشات العاديه اللي انت ممكن تشتريها من المول عادي. لو انت ماشي في المول تدور على الفلاشه اللي ما بتقولش لا، بس تروحش تقول للراجل بقى ايه الفلاشه اللي ما بتقولش لا، هيخرجك بره. قول له فلاشه بتشتغل على 4 موبايلات وبتاع. فالفلاشه دي ليها 4 مميزات من المميزات الرئيسيه الصراحه اللي هم مخلين الفلاشه دي اجمد فلاشه ممكن تشتريها. وانا في وجهه نظري ما تشتريش بقى فلاشات عاديه، لان دي ممكن تستخدمها في حاجات تانية. خليني اكلمكم بقى على الفلاشه دي وازاي ان هي ليها سوفت وير بيتعامل مع الموبايل بيديها شويه امتيازات. احنا عندنا الفلاشه دي ليها 4 امتيازات، ال4 امتيازات جامدين جدا. اول حاجه وهي انها بتستخدم از فلاش درايف، ان انت تحطها في الكمبيوتر تسيب عليها داتا، او تحطها في الموبايل تسيب عليها الداتا بتاعتك. تاني حاجه ان هي بتستخدم اوتو باك اب، يعني انت لو جيت وصلتها بالموبايل ليها ابلكيشن. كل فلاشه الصراحه بالشكل ده ليها ابلكيشن. خلينا نوصلها بالموبايل كده، نختار بس اللايتنج. اول ما هنوصل الفلاشه كده اهو لايتنج اهو وصلت بالموبايل، هيبدا يحصل ايه؟ هيبعت لي دلوقتي اهو يقول لي ان في واي ديسك، ده الشركه اسمها واي ديسك، ان هو لقى فلاش درايف اي او اس هيفتحه. تمام، نفتح خلاص، بدا يجيب الداتا اهو كلها. ماشي، كونفيرم انها اتوصلت. ماشي، عندك اول حاجه باك اب، تقدر تعمل باك اب لكل الكونتاكتس بتاعتك على الفلاشه دي على طول. يعني لو دوس هنا كده يقول لك ان لاست باك اب اهو انت كنت عامل يوم 15/10. شايفين؟ حاجه جامده جدا للناس اللي بتخاف على الكونتاكتس بتاعتها ومش عايزه تعمل شيرنج للكونتاكتس بتاعتها اونلاين، يعني على درايف او حاجه زي كده.
هنا انت ممكن تعمل ريكفر للكونتاكتس، يعني انا ممكن احط الكونتاكتس دلوقتي كلها على الفلاشه واقدر احط على موبايل تاني واعمل ريكفر للكونتاكتس، تنزل كل الاسامي على الموبايل التاني. هنا هو برضو اكسبورت للفوتوز، لو عايز تعمل اكسبورت للفوتوز بتاعتك على الفلاشه دي بحيث ان هي تعمل باك اب يعني للصور الجديده او للصور الموجوده عموما، تقدر ان انت تعمل من هنا اهو. ولو عايز كل فتره تفتح ويحط بس الصور الجديده تعمل اكسبورت للفوتوز اللي موجوده، هيبدا برضو يعمل لك زي هنا ويحط الصور بتاعتك على الفلاشه دي. فهي بتستخدم اكتر للباك اب، يبقى ستورج وباك اب. تالت حاجه بقى من الحاجات المهمه جدا ان انت ممكن تستخدمها في النقل ما بين التليفونات المختلفه. زي ما قلت لكم من شويه، عمليه النقل ما بين الاندرويد والايفون هي عمليه رخمه، يعني عمليه ان انت تنقل ما بين حاجتين او نظامين مختلفين رخمه جدا، لا ده بيدعم بلوتوث ولا التاني بيحب الايفون والدنيا خربانه خالص. فحضرتك هتخش عادي على هنا اهو فايل اكسبلورر هنا، وتيجي تاخد فايل معين وتعمل له كوبي وتحطه على اليو اس بي، فتلاقي فيه فولدرز موجوده، تفتح الفولدرز دي تلاقي الداتا بتاعتك موجوده على الموبايل بتاعك. خلصت هتشيل الفلاشه بتاعتك وتروح رايح للموبايل الاندرويد اهو بتاع بولا، جايبين بولا وقاعدين قدامنا، وتروح حضرتك حاطط كده اهو، هيقول لك نزل لي الابلكيشن بتاع الفلاشه، هتنزل الابلكيشن، هتخش على الدرايف هتلاقي كل الداتا. فلو حضرتك في تجمع وصورت حاجه مثلا مع حد وبتاع وعايز تنقلها من عندك لعنده وما عندوش اير دروب وما عندناش واي شير واف شير والحاجات بتاعت الاندرويد دي، هتعمل الكلام ده، هتحطها في الموبايل، هتنقل عليها الداتا وتديها له تاني، هو ينقل بقى على حسب الموبايل بتاعه وهي ما بتقولش لا. او على الكمبيوتر لو عايز تنقل من على الايفون على الكمبيوتر مثلا، ما برضه العمليه رخمه قوي على فكره، ان انت لازم تنزل اي تيونز او تبدا ان انت تتعامل مع الايفون، الموضوع ريستريكتد قوي عشان البرايفسي وعشان السكيورتي بتاع الموبايل، فحضرتك تقدر تعمل الكلام ده عن طريق الفلاشه دي. رابع حاجه بقى ومن الحاجات الحلوه الصراحه، احبائنا اللي شايلين ايفون 64 جيجا هم يحسوا باللي انا هقوله دلوقتي ده. ايه بقى هو؟ ان الايفون دايما ستورج فل، ما هو الايفون ما بتزودلوش، وكانوا منزلين في وقت من الاوقات كده ايفونات 64 جيجا، لحد دلوقتي على فكره مش عارف بتنزل ولا لا، بس ايفونات اللي هي اظن لغايه 12 مثلا كان فيها 64 نسخه 64 جيجا، اللي هو انت المفروض تحط عليها كونتاكتس بس. فلو حضرتك جيت تصور فيديوهات ولا تصور صور هتلاقي دايما ايه فل. فلو حضرتك عملت باك اب هتفضل الداتا عندك برضو. طب لو انا عايز اصور فيديوهات تانية او اصور صور تانية، حضرتك ممكن توصل ده على طول. بصوا بقى ركزوا معايا كده، دلوقتي انا هعتبر ان موبايلي الاستورج بتاعته اتملت وانا محتاج اصور فيديو وليكن ساعه، اوكي؟ فانا هوصل اتاتش الفلاش درايف بتاعي اللي هو فيه 4 سوكتس ده، وهخش على الابلكيشن وهفتح الكاميرا من جوه الابلكيشن. يعني انا دلوقتي فتحت الكاميرا من جوه الابلكيشن اهو، حتى لو ما عنديش ستورج وبدات اصور اهو، بدات اصور الفيديو بتاعي هيتصور بالهاي كواليتي، وهينزل الفيديو اللي انا بصوره ده على الفلاش درايف على طول. يعني هو مش محتاج ان هو يتسجل على الانترنال ستورج بتاعت الموبايل، وبما ان ما عنديش مكان للميموري كارد فالموضوع بالنسبه لي مستحيل، ان انا مش عارف اعمل ايه، لازم امسح داتا وهكذا. فده حل سحري على فكره او منقذ لناس كتير قوي. احنا هنوقف اهو وبعدين هنكسبورت هنجكت الفلاشه، اوكي، وهنستخدمها على الكمبيوتر. احنا الكمبيوتر بتاعنا هنا اهو تايب سي، فبما انها ما بتقولش لا هنوصل التايب سي. ادي يا باشا الفلاشه قريت عندي اهي، خش على ماي فيديوز، ماشي، خلينا نختار هو ايه ده، هو الفيديو. ادي يا باشا الفيديو اهو، اسمع كده معايا. اتصور اهو، اتصور الفيديو بتاعي هيتصور بالهاي كواليتي، وهينزل الفيديو اللي انا بصوره ده على الفلاش درايف على طول. يعني تخيل كده انا بتعب قد ايه عشان لو انا بمنتج على الكمبيوتر ان انا بصور على الموبايل واقعد انقل الداتا من الموبايل للكمبيوتر عشان امنتج على الكمبيوتر. دلوقتي انا ممكن اوصل الفلاش درايف بتاعي او الفلاشه بتاعتي على الموبايل واسجل عليها كل الفيديوهات واروح ناقلها على طول على الكمبيوتر. الموضوع على فكره جامد، يعني ده اوبشن من الاوبشنز الجامده. غير الباك اب، انا بحب الباك اب برضه. الباك اب فكره ان انت طول الوقت انت مأمن على الداتا بتاعتك عن طريق الفلاشه، او برضه غير ان انت تستخدمها از ستورج عاديه وتنقل ما بين ديفايسز مختلفه او انترفيسز مختلفه. فهي حاجات كلها حلوه. وزي ما قلت لكم الفلاشه دي يعني اخترعت في 2017، بس لحد دلوقتي في ناس كتير ما بتغيرش الطريقه النمطيه او فكرتها عن الفلاشه التقليديه العاديه. الصراحه الفلاشه دي جامده جدا، وزي ما بقول لكم كده انا سميتها الفلاشه اللي ما بتقولش لا. جامد ولا مش جامد؟ جامد.